يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كنافه البابلز. جميله جدا، حلوه قوي، شيك جدا. تقدميها لضيوفك كده حاجه من الاخر. حلوه جدا في رمضان. ممكن تعمليها بحشوه، ممكن تعمليها من غير حشوه زي ما انا عاملاها كده النهارده. بس يا دوبك مزيناها بالفستق الكداب زي ما انت شايفه. هتبهرك، رائعه وجميله جدا، حاجه كده من الاخر زي ما بيقولوا. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الكنافة، كنت مفرزاه في الفريزر، طلعته فكيته وبعدين حطيته في الكبة. طحنته كويس جدا لغاية ما بقت الكنافة معايا عاملة زي البودرة كده، زي ما انتم شايفين كده. بصوا عاملة ازاي. وبعدين هنزل عليها بأربع معالق من السكر البودرة زي ما انت شايفة كده. هنزل عليها بأربع معالق من السكر البودرة. هقلبهم كويس جدا لغايه ما يمتزجوا كلهم مع بعض. ومش هحط سمنه. هتقولي مش هتحطي سمنه ليه؟ هقولك مش هحط سمنه لان السمنه هتخليها تكلكع معانا، مش هتبقى حلوه، لكن كده هتبقى هشه وجميله معانا. قلبتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعدين جبت اصغر معلقه عندي من المعالق المعياريه زي ما انت شايفه كده، لان سطحها املس هتساعدني جدا ان انا اعملها. اعمل كنافه كويس جدا. عندك اي حاجه، فنجان، اي حاجه، كوبايه صغيره، مفيش مشاكل. بس انا عندي المعلقه المعياريه دي هتديني شكلها حلو قوي، وهي كمان يعني جميله، هتساعدني زي ما قلت لك عشان سطحها املس. اضغط عليها كويس قوي كده زي ما انت شايفه، واسويها من الجناب زي ما انت شايفه. بضغط عليها كده بس كده. انا خلاص سويتها من الجناب، هبدا اطلعها. بصي هتطلع معايا بكل سهوله ازاي. بصي جميله جدا وشكلها شهي جدا زي ما انت شايفه كده. حطيتها في الصينيه من غير سمنه ومن غير اي ماده دهنيه خالص. هعمل معاكم كمان واحده تانية عشان تشوفوها. بضغط كويس جدا عشان الكنافه تتساوى من جميع الجوانب كده زي ما انت شايفه. هبدا اطلعها. بصوا برضو طلعت بكل سهوله ازاي، سهله جدا زي ما انت شايفه كده. انا عملتها حلوه جدا، بتجيبيها من بره غاليه، فهي رائعه وانت تعمليها في البيت مش مكلفه خالص. هو نص كيلو كنافه، كمان هناخد منه الربع بس. بعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 140 على نار هاديه لمده ربع ساعه. وبعد ما تطلع هنحط عليها بقى هي كده طلعت من الفرن. انا سيحت نص كوبايه سمنه. هبدأ احط السمنة عليها بعد ما طلعت. انا دخلتها الفرن الاول هي كده بس عشان تبقى متماسكة معايا، وبعدين احط عليها السمنة. والكنافة بتتسوى على نار هادية يا جماعة. وبعد كده هندخلها الفرن بعد ما نحط السمنة عليها عشان تحمر، يعني تحمر من القاع بتاعها. ولو لسه ما احمرتش من فوق هنولع الشوايه ونخليها متساويه كده. انا حطيت السمنه عليها كلها زي ما انتم شايفين. هندخلها الفرن برضو لغايه ما تستوي براحتها زي ما انتم شايفين. وبعد ما طلعت من الفرن بقت بالشكل الجميل ده. بصوا لونها عامل ازاي، كلها لون واحد، جميله جدا. ظهرها زي وشها، رائعه. بعد كده جبتها بقى هي سخنه والشربات بارد. طبعا الشربات احنا عملناها قبل كده مع بعض، كوبايتين من السكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه. يبدا يغلي، نحسب له 5 دقايق بس وندفع عليه زي ما انت شايفه كده. والكنافة سخنة والشربات بارد، او العكس يا جماعة، عشان تدينا النتيجة المظبوطة. زي ما انت شايفة كده انا سقيت الكنافة كلها. جميلة جدا. بصي شكلها شهي 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 جدا. ولو قدمتيها لضيوفك بقى بصراحة حاجة مشرفة جدا يعني. زي ما انت شايفة. هسيبها بقى تشرب العسل خالص وبعد كده نشوفها مع بعض. بصي بعد ما شربت العسل الظهر زي الوش بالظبط، لونها وردي وجميل كده، ولا حطيت عليها لون ولا اي حاجه زي ما انت شايفه كده. بعدين جبت معايا الفستق الكداب، انا عاملاه برضو على القناه، او حابه ترجعي له. حطيت عليه معلقه شربات. هقلبه كويس جدا كده عشان يتماسك مع بعضه يعني، واحنا بنحط فوق الكنافه. عايزه تحطيه من غير شربات برضو مفيش مشاكل، الديكور ده بتاعك انت. بعد ما قلبته كده كويس جدا هبدأ بقى احطه على الكنافة واحدة واحدة، وانتي بتحطيه على الكنافة عشان ما يقعش. بصي هو كده متماسك مع بعضه، حاولي تخليه متماسك مع بعضه كده زي ما انت شايفة كده. بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هنبدأ بقى نحط الكنافة في طبق التقديم. شكل البابلز جميل جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين والله.
شكله تحفه كده. قلتلك تشرفك قدام ضيوفك. وفي رمضان كل سنه وانتم طيبين بقى. طبعا ما بننساش الكنافه دي خالص. بقت بالشكل القمر ده زي ما انتم شايفينه كده، حاجه فاخر من الاخر، رائعه طبعا. يعني بصراحه شهيه جدا. هي بتتكلم عن نفسها زي ما انتم شايفين. بصوا عامله ازاي، جميله جدا. وده شكلها وانتي بتقدميها شكلها شاهي جدا وشيك جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.